يعتبر مسجد عمرو بن العاص من أهم المساجد في التاريخ الإسلامي، فهو أول مسجد أنشئ في مصر والقارة الأفريقية عندما فتح المسلمون مصر على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه. أسس مدينة الفسطاط بمصر القديمة، وأنشأ بها سنة 21 هجرية 642 ميلاديا مسجد سمي باسمه، وكانت مساحته الأصلية 25 في 15 مترا، ووصلت مساحته حاليا 120 في 110 مترا. وتميز هذا المسجد بالبساطة، كما يعد المسجد أول جامعة إسلامية قبل الأزهر والزيتونة والقيروان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في هذا الصرح العظيم في مسجد عمرو بن العاص. وعلى ما عرفنا من صفحات التاريخ أن هذا المسجد كما سألت حضرتك هو أول مسجد بني في مصر، وبني عند الفتح الإسلامي، وتقريبا له 1420 سنة. إذا فتح المسلمون بلدا بنوا أول ما بنوا المسجد، فهو أول مسجد في مصر وفي أفريقيا تقريبا. ومساحة المسجد تقريبا بعد الترميمات والتوسعات، لأن مرت عليه مراحل متعددة، حوالي 50 مرحلة توسعة، تقريبا وصلت حوالي 13600 متر ونيف شيء كمان. المسجد الحمد لله رب العالمين يؤدي دورا دعويا كبيرا ودورا أثريا عظيما، ويملك من ضمير المسلمين مساحة وافرة لا يزول